3 2 1. فاكرين لما كانوا يقولوا لنا واحنا صغيرين ان المية هي العدو الاول للنار، ولو شفنا شرارة صغيرة نجري نكب عليها مية وخلاص؟ الحقيقة ان مع الوقت اكتشفنا ان في حرايق لو حاولت تطفيها بالمية ممكن تنفجر وتولع اكتر، وان في مواد غريبة جدا بتقدر تطفي نار اقوى بكتير من المية نفسها. النهاردة هنفهم مع بعض ليه النار بتتطفى اصلا، ايه المواد اللي بتقدر تهزم النار في ثواني، ويا ترى هل المية فعلا احسن حل نطفي بيه الحرايق ولا في منافس اقوى بكتير؟ كالعاده كل الاسئله دي واكتر هتعرفوا اجابتها اول ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا متابعه لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدا حلقتنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. في يوم 7 يناير 2025 العالم كله كان بيتفرج على واحدة من أعنف موجات حرائق الغابات في تاريخ أمريكا. الحرائق اللي حصلت في ولاية كاليفورنيا وتحديدا في لوس أنجلوس. ساعات قليلة وكانت النار بتاكل الغابات بسرعة مرعبة بسبب الجفاف وسرعة الرياح، ومدن كاملة اتحولت لرماد. بيوت اتمسحت من على الخريطة حرفيا، أغلبها كانت بيوت مشاهير هوليود وكبار رجال الأعمال، والسماء بقى لونها برتقاني من كتر النار والدخان. ووسط كل المشاهد دي ظهر فيديو غريب، طيارات ضخمة بتطير فوق الحريقة وبتكب مية على النار. ساعتها ناس كتير سألت نفس السؤال، ازاي دولة متقدمة زي أمريكا تستخدم المية مع إن المية ممكن تزود الحريق في الحالة دي؟ هما مش عارفين ولا في حاجة إحنا مش فاهمينها؟ وهل المية هي الحل الأمثل وطفايات الحريق ملهاش لازمة؟ عشان نحل الفزورة دي مع بعض يا أميجو لازم نعرف الأول يعني إيه نار وإزاي بتتكون. النار بتحتاج 3 عناصر عشان تكون موجودة، متجمعين في مثلث مشهور اسمه مثلث النار أو الاحتراق، وهما الوقود، الأكسجين، والحرارة. الوقود عبارة عن أي مادة قابلة للاشتعال زي الورق، الخشب أو البنزين، أي حاجة بتولع. والحرارة هي الحاجة اللي بتخلي الوقود يسخن لدرجة الاشتعال، وأكيد كلنا عارفين الأكسجين. طيب برضو إيه اللي بيحصل؟ النار دي عبارة عن عملية أكسدة سريعة جدا بينا وبين بعض كده، يعني مدموجة مع أكسجين. والأكسدة دي مش زي أكسدة الحديد اللي بيحصل له صدأ، لا خالص، دي أكسدة سريعة جدا، وكل ما كان مصدر الوقود أكثر سهولة في قبول الأكسجين كان أكثر قابلية للاشتعال. تعالى بقى يا أميجو أحولك لخبير مطافي، تقدر تعرف أي نوع حريق قدامك وإزاي تتعامل مع كل نوع. النار عاملة زي وصفة، عشان تكتمل لازم ال3 حاجات اللي قلنا عليهم يكونوا موجودين. طيب عشان نبوظ الوصفة دي وما نخليهاش تنجح، أيوة أنت صح، لازم نشيل حاجة من المكونات. يعني لو قدرنا نعزل عنصر واحد بس من العناصر اللي بتتكون منها، النار دي هتطفي. يعني مثلا لو عزلنا الأكسجين النار هتموت، ما هي زيها زي أي كائن بيتنفس. وبناء على الكلام ده، زي ما في مثلث حريق في مثلث إطفاء، وهو العزل والخنق والتبريد. دول ال3 طرق اللي ممكن نطفي بيهم أي حريق قدامنا. ودلوقتي يا أميجو هتسألني أطبق مثلث الإطفاء ده إزاي؟ هقولك لازم الأول نعرف أنواع الحرائق، لأن كل نوع وليه طريقة. النار مش نوع واحد، دي كمان ليها شخصيات، وكل شخصية ليها مفتاح، وبتتصنف حسب مصدر الاشتعال. ودي أشهر حاجة، واللي بتعتمد على الخشب والورق والقماش وغيرها من المواد العضوية. بتبدأ بهزار وبتخلص بكارثة. والبطل هنا يا أميجو هي المية، وهتطفيها بسهولة كمان. وده لأنها ببساطة بتقلل درجة حرارة الحاجة اللي ولعت، وده هيخلي النار تطفي ومش هتقدر تتغلب على المية، لأن المية هنا هي الطرف الأقوى. ودي اللي بتعتمد على السوائل القابلة للاشتعال زي البنزين والزيوت والكحول. والنوع ده بقى ما ينفعش معاه المية خالص، لأنها هتساعده إنه يزيد أكتر، ولازم التعامل معاه يكون بحذر. ودي بقى نار الكهرباء، حاول تطفيها بمية كده
ومش هتلحق ترجع عشان تقول لنا عملت ايه. ومع النوع ده من الحرايق أحسن حاجة ممكن تتعمل هي إن المكان يتفضى تماما ونستخدم طفايات الحريق اللي بتبقى مليانة بمسحوق جاف، وطبعا نفصل الكهرباء عن المكان. ودي خاصة بالمعادن القابلة للاحتراق زي المغنيسيوم والصوديوم اللي بنشوفها في معامل الكيمياء، وهنا برضو بنحتاج طفايات حريق. دي بقى حرايق الزيوت وخصوصا المستخدمة في الأكل. وهنا بقى يا أميجو تعال أحكي لك حكاية حمادة والبطاطس. الساعة 1 بالليل والبيت كله نايم ما عدا حمادة اللي قاعد زهقان وبيقول لنفسه وهو قاعد على الكنبة: جعت ومفيش غير بطاطس سهلة، نقطع ونقلي وخلاص. دخل المطبخ وعمل فيها شيف محترف، ولع البوتاجاز وحط الطاسة على النار وشغل مزيكا، وقعد حمادة يقطع في البطاطس وهو بيرقص. في الوقت اللي الزيت فيه كان عمال يغلي، وبمنتهى الثقة غسل حمادة البطاطس وفضها مرة واحدة في الطاسة المغلية، وهوب النار ولعت في الزيت وحمادة مش فاهم حاجة. يبص حواليه ما يلاقيش غير كوباية مية، قام دلقها على الطاسة المولعة عشان النار تمسك في المطبخ كله. وعم سيد جارهم يشوف الدخان ويجيب جري طفاية الحريق بسرعة ويطفيها، وحمادة يا عيني بدل ما يحمر بطاطس هو اللي اتحمر. وده يعلمنا ناخد بالنا عشان مش كل مرة هيبقى فيه عم سيد. وبعد ما حمادة يسمع الفيديو ده أكيد مش هيكرر الغلطة دي تاني. طيب إيه هي الغلطة اللي غلطها؟ الغلطة هنا يا أميجو إنه رش مية على الزيت، ولأن الزيت أخف من المية فلما رش مية على زيت مولع المية تلقائيا هتنزل تحت والزيت هيطلع فوق، وبسبب الحرارة المية هتتحول لبخار بسرعة جدا، بس وهي بتتبخر هيكون فيها زيت سخن، وده هيساعد إن النار تنتشر أسرع في كل مكان، وبدل ما كان عايز يطفي النار ولعها أكتر. والحل الصح في اللحظة دي إننا نحط أي غطا على الطاسة، وما يكونش بلاستيك طبعا يا حمادة، عشان نمنع وصول الأكسجين، أو نحط ملح أو نستخدم طفاية حريق. وده هيخلينا نرجع تاني لاستخدام مثلث الإطفاء: يا عزل يا خنق يا تبريد. العزل إننا نعزل اللي تبقى من المادة المشتعلة، وبالتالي النار مش هتلاقي حاجة تاكلها فهتطفي، وده في حالة الحريق من النوع الأول زي إنه يكون فيه خشب مثلا. الخنق وهو منع وصول الأكسجين للنار زي إننا نغطيها ببطانية مثلا، وبالتالي الأكسجين هيتقطع عنها والنار هتطفي على طول. والتبريد بقى إننا نخفض درجة الحرارة بحيث إنها ما تقدرش تقوم النار زي إننا نستخدم المية مثلا. طب تمام، احنا كده خلصنا. تعال خد رايح فين؟ لا ما خلصناش طبعا. انت ما لفتش نظرك واحنا بنتكلم عن حرائق الكهرباء اني قلت لك نستخدم طفايات حريق من اللي بتبقى مليانة بمسحوق جاف؟ ايه ده؟ هو في جاف وفي رطب؟ طبعا يا اميجو، طفايات الحريق انواع، واننا نختار طفاية الحريق المناسبة هو اول حاجة تضمن بيها ان اطفاء النار يكون اسرع وامن. في طفايات مية عادية عشان المواد الصلبة اللي زي الخشب مثلا، وفي طفايات الرغوة ودي عشان السوائل المشتعلة زي البنزين والزيت. أما طفايات المسحوق الجاف ودي الأكثر شيوعا فبتستخدم لكل حاجة تقريبا. وأخيرا طفايات المواد الرطبة ودي بتكون مخصصة للمطابخ. وأي حاجة مسؤولة إنها تطفي النار بتشتغل بنفس طريقة مثلث الإطفاء، عن طريق يا إما العزل أو الخنق أو تبريد الحريق. وفي أنواع الحرائق الكبيرة والضخمة بيستخدموا مواد مثبطة للحرائق. إيه؟ مثبطة يعني لا تساعد على الاشتعال يا أميجو، ودي بتدوب في المية زي فوسفات وكبريتات الأمونيوم، ودي اللي استخدموها في حرائق الغابات في لوس أنجلوس اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. وكانوا بيستخدموا الطيارات في إنها تجيب مية من البحر وتضاف عليها المواد المثبطة دي، ودي كانت من أسرع الطرق في إطفاء الحرائق، خصوصا لأن المسافة كانت كبيرة جدا. في لحظة واحدة كل شيء ممكن يتحرق لا قدر الله، وعشان كده خلي بالك وخلي عندك وعي، لأن الوعي ممكن يكون هو الفرق بين الحياة والموت، ومش لازم تعيش الكارثة عشان تفهم خطورتها. حافظ على بيتك، على أهلك وعلى نفسك. اتعلم تتصرف ازاي في المواقف اللي زي دي، وكمان علم غيرك. خلي الحذر عادة، وخلي الوعي أسلوب حياة، علشان اللي بيتحرق ما بيبقاش مجرد مكان، المكان بيتحرق بذكرياته ودي صعب تتعوض. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، وسؤالنا ليكم أعزائي الأميجوس: بعد اللي عرفتوه لو لا قدر الله قابلكم حريقة هتعرفوا تتعاملوا معاها وتطفوها؟
وقولوا لنا ايه اغرب حاجة عملتوها واكتشفتوا انها كانت غلط في تعاملكم مع النار. شاركونا رأيكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو انكم تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت تنشروا الحلقة على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله.